ايه اللي جاب سعيد ابو المكارم عند ياسر؟ معرفش. طب احنا جوه بقى كاننا ما شفناش حاجه. حصل. نقعد 10 دقايق ربع ساعه كده وبعد كده ننزل. اقعد يا حماده. عبد محسن جه ولا لسه؟ لسه. وانت بعته في ايه؟ لما يجي هتعرف. اهو شرف البيئة اهو. ها رحت له ولا ايه؟ وصعب عليا. وعملت معاه ايه يا حنين؟ احكي لي. عملت زي ما قلت لي يا فتحي بالظبط. وقال انه مش هيصفالي وسابني ومشي. بس ما عملكش حاجة، وده في حد ذاته انجاز. يعني فصلك عننا، يعني حطك في حتتك الصح، انك عبيط ومشيت ورانا. ما تحترم نفسك بقى يا اخي. حاضر، المرة الجاية هبقى احترم. بعتلي الرضوان ليه يا فتحي؟ انا مش فاهم. عشان اجس بيك لو احتجت استعملك معاه لو اتزنقت لك ولا لا. ومجيتك على رجليك دي بتقول انه ينفع. انا مش فاهم حاجه، ولا بيحصل؟ فتحي بعتني الرضوان عشان اقول له ان انا ماليش ذنب في اللي حصل. حلوه منك دي يا دماغ. بقول لك ايه يا حماده، هو الراجل اللي لاصق فيه ويخون ويبيع يستاهل ايه؟ انت بتقول لي كده ليه؟ عشان كاشف ورقي قدامك ومش خايف. ولو خنت هزعل، وانت هتزعل قوي. قلت لك لو شاكك فيها مشيني وراح راسي. ما انا عندي اللي احلى من ان امشيك وبرضه هبقى مريح راسي. حاجه لو عملتها هثق فيك وشكي هيموت. حاجتين. هتسم رضوان. اعتبره حصل يا كبير. بقول لك ايه يا حماده، انا ياسر اكتر واحد في الدنيا دي بثق فيه ومأمن له، ومحدش في الدنيا دي عندي زيه. لو عملت اللي قلت لك عليه هثق فيك، وهتبقى تاني واحد اثق فيه بعد ياسر. مش كده يا ياسر ولا ايه؟ كده يا اخويا. وبعدين اعمل ايه يا رضوان؟ افكر واقول لك. المهم عايز فتحي يثق فيك اكتر، عايزه يطمن لك عشان دي فرصه حلوه. في حاجه تانية. ايه؟ بتاع محسن جالك صح؟ فتحي كان بعته جس نبض، عايز يعرف انت شايفه معاهم ولا شايفه مجبور وعبيط، واطمن لما عرف انك ما اذيتوش عشان ممكن يستخدمه معاك. والله ما مستغرب يا حماده، طول عمره قليل الكرامه، وقليل الكرامه يعمل اي حاجه يخليه يوافقهم انهم يستحلوا دم انا وعيالي، يخليه يعمل اي حاجه. متزعلش نفسك يا صاحبي، حقك هيرجع وانا في ظهرك. انا يا بنتي بس، انا يا بنت حماده، دي الحاجه اللي معجزاني.